لمجرد انك تشوف هدف زي ده فاكيد مش طبيعي هدف يسجله مهاجم كبير، لاعب عنده احساس بالمكان وثقة في النفس وقدرة تهديفية عالية جدا. طب ليه ما يكونش عندنا في الاهلي ورقة زي دي؟ وليه لا اذا كان الاهلي نقلة نوعية للاعب نفسه وقيمته مش كبيرة وفي حدود الميزانية وبروفايل مناسب جدا لطريقة لعب مارسيل كولر. حلقتنا النهارده عن اللاعب محمد غندو، اللاعب المالي المميز المحترف في الدوري البلجيكي بي، واحدة من الترشيحات المهمة ومناسب جدا من حيث القيمة التسويقية والراتب والعمر وطريقة اللعب. بص، هو بروفايل النادي الأهلي. وعلشان تعرف أكتر عن اللاعب الحلقة دي فعلا ممتعة، فواحد الله صلى على النبي واعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة. رحلتنا النهارده الى بلجيكا، تحديدا لنادي لا لوفري المتواجد في دار الدرجه الثانيه البلجيكي، النادي اللي يمتلك اكتر من لاعب فعلا مميز، ابرزهم ثنائي افريقي من هدافين الدوري، الاول لاعب جزائري واسمه محمد بالخير، والثاني صاحب حلقتنا النهارده محمد يايا غندو. ده لاعب مالي زي ما قلت لك، مواليد 2003، يعني عنده 21 سنه في الوقت الحالي، طوله 182 سم وبيلعب في مركز المهاجم، وقيمته التسويقيه 150 الف يورو فقط، يعني مفيش بعد كده. محمد بدأ مع اكبر انديه بلجيكا اندرلخت، لعب في القطاع لحد ما وصل لفريق تحت 19 سنه، وما شاركش مع الفريق الاول في اي مباراه، ولكنه كان لاعب مميز جدا في القطاع وكان احد اهم المهاجمين. ومن هنا احد سكاوتنج الفريق فيرسي الايطالي شاف اللاعب وعرضه على النادي، وفعلا تم التعاقد معاه وقتها. لعب في البداية في المرحلة السنية بتاعته وكسر الدنيا حرفيا، وكان مقدم مردود قوي علشان في موسم 22-23 يتصعد للفريق الأول، ولكن بعد تصعيده ما كانش بيشارك غير في عدد دقايق محدود، مع ان الفريق كان متواجد في دور الدرجة الرابعة، يعني المفروض يكون موجود. بس لعب أثناء الموسم ده 18 مباراة بما يعادل 4 مباريات فعلية فقط، وقدر يسجل هدف. طبعا تجربة سيئة جدا، فريق رغم انه ضعيف ولكن اللاعب ما كانش بياخد وقت كافي، فاللاعب ما عجبوش الكلام، وهنا قرر يرجع بلجيكا مرة تانية، وتم عرضه على نادي زولت برجيم البلجيكي، وفعلا انضم للفريق في موسم 23-24، ولكنه لعب مع فريق ريديف اللي كان متواجد في دور الدرجة الثالثة، وده فريق كله بنفس الأعمار السنية وبيتم تحضيرهم للفريق الأول. المهم لعب الموسم ده 25 مباراة وفعلا قدم بطولة قوية جدا، قدر يسجل 27 هدف وقدر يقدم مستوى فعلا سوبر. وهنا جاله أكتر من عرض، كان أبرزهم عرض نادي لوفري المتواجد في دور الدرجة الثانية، الدوري اللي بالمناسبة بيضم مواهب ممتازة ودوري فعلا قوي. المهم انضم للفريق مع بداية الموسم الحالي ولعب حتى الآن 10 مباريات، قدر يسجل 5 أهداف وصنع هدف وبيقدم مردود فعلا قوي، وهو أحد أهداف الدوري بفارق هدف وحيد فقط عن المتصدر، يعني وارد جدا إن تلاقيه مع نهاية الموسم متصدر أهداف الدوري وقيمته التسويقية أعلى من كده بكتير، وينتقل لفريق أكبر في الدوري الممتاز كمان، فلازم نحط عيننا عليه. ليه بقى انا شايف ان بروفايل يقدر يلعب في النادي الاهلي؟ بص، هو مهاجم متحرك اكتر، يقدر يلعب جناح ويقدر يلعب مهاجم ذكي جدا في التحرك ما بين الخطوط، يعني هنا مثلا بيطلب الكرة في المساحة واخد باله من الاوفسايد كويس جدا، ولما الباص اتعمل كمل وحط الكرة تشب بشكل هايل وقدر يسجل. هنا برضه عرضية من ناحية الشمال وبيسجل هدف عالمي بكعب رجله والكرة تتحط من فوق الحارس، وفعلا هدف مش بنشوفه كتير. فهو لاعب متحرك بشكل هايل، سواء بيتحرك بشكل طولي من الخلف للامام ما بين الخطوط، ولاعب مزعج لاي خط دفاع لانه يمتلك السرعه، يمتلك الذكاء في التعامل مع الرقابه، قادر يهرب من الرقابه بشكل هايل سواء داخل منطقه الجزاء او حتى خارجها. لاعب مميز جدا في تحركاته، كورته كويسه، الدريبل بتاعه جيد، الكنترول هايل، مسدد هايل سواء من داخل او خارج منطقه الجزاء، ورجله مش ضعيفه اطلاقا زي ما انت شايف كده، بيسجل هدف عالمي من وضعيه فعلا صعبه ومكان صعب جدا، ولكن هو مهاجم فعلا رجله قويه على الجول. يمكن مش بيجيد لعب الضربات الرأسية، ولكن هو بيلعب مع فريقه في طريقة لعب 4-4-2، يعني النادي الأهلي يقدر يستفاد بيه هو وسام أبو علي في الملعب، ويقدر يعمل الدور ده بشكل هايل. أنا بشوف إنه مهاجم جيد، مش هقولك سوبر أو ممتاز، ولكن مبشر جدا، ويقدر يوصل لمكانة كبيرة جدا في المستقبل لأنه يمتلك إمكانيات فعلا جيدة. زي ما قلت لك لسه عنده سلبيات لازم يشتغل عليها، لعب في الالتحامات الهوائية مش جامد جدا، مش بيجيد لعب الضربات الرأسية بشكل كبير، مش مهاجم محطة اللي هو بينزل ويستلم ويسلم الأجنحة، لا تماما، هو مهاجم متحرك أكتر، تارجت على الجول، تحط له الكرة يكمل، ولكن هو مش محطة وبيشارك في ألعاب الهوا والكلام ده، هو مختلف تماما عن وسام أبو علي. علشان كده بشوف ان الاتنين ممكن يكونوا مع بعض في الملعب وتكون ثنائية فعلا قوية جدا. انا مش عارف رايك ايه، قول لي رايك في اللعب في الكومنتات تحت. هل لو انضم للنادي الاهلي هيقدر يشكل اضافه ولا انت شايف ايه؟ وهل النادي الاهلي محتاج لبروفايل زي ده ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى قبل ما تقفل الحلقه يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، واوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحه الرسميه على فيسبوك اللي اسمها اسست
او اللي اسمها طوفان اهلاوي، بننزل حاجات هناك بشكل حصري، فخش اعمل لايك وفولو علشان تتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.